في ناس بتدور على الذهب، وفي ناس تانية بتدور على المجد، لكن في ناس تالتة خالص بتدور على ان هي ازاي تفتح المجهول وتقلب في المقابر، مش عشان كنز، عشان يفتحوا حاجات مش من المفروض عليهم ان هم يفتحوها، ولكن الفضول يا حبيبي بيعمل اكتر من كده. النهارده بقى انا جاي احكي لك عن واحد منهم، واحد فاكر ان التاريخ ده لعبة وخرج من اللعبة كلها خسران. في البداية كان في راجل اسمه ويليام كراوفورد. ويليام ده كان عالم آثار إنجليزي وجه مصر سنة 1898. الراجل ده كان شغله في دير المدينة، ودي المدينة اللي كان عايش فيها العمال اللي بيبنوا ويزينوا مقابر الملوك، القصة اللي قبل اللي فاتت. وفي يوم وهو بيقلب في غرفة صغيرة كده تحت الأرض لقى صندوق خشب قديم، مش غريب، لكن الغريب إن عليه ختم بالشمع الأحمر ومكتوب عليه بالهيروغليفي محرم لا يفتح إلا في حضور الشمس الأخيرة. طبعا ويليام باشا راح ضاحك وقال لك أنا الشمس الأخيرة، وغلط أكبر غلطة في حياته. فتح الصندوق، جوه الصندوق كان فيه برديه متهالكه وورقها قديم جدا وملفوفه بخيوط من الجلد وطلع منها ريحه غريبه. فتحها لقى فيها خطوط هيروغليفي لكن مش عاديه خالص. الكلمات اللي كانت مكتوبه جوه البرديه كانت محفوره، مش مجرد بس كلمات مكتوبه، واللون ما كانش حبر، كان اشبه بالدم الناشف. وهنا يغلط ويليام الغلطه الثانيه، وهي انه يقرا اول سطر من الكتاب وبصوت عالي، واللي كان مكتوب فيه الكلمات دي مش ليك ومش ليهم، لكن للظل اللي كان ولسه موجود. ويليام خد البرديه معاه وبدا يترجمها، بس من ساعه ما قرا اول جمله دي بصوت عالي وحياته ابتدت تتلخبط. الليله الاولى ويليام كان بيحلم انه في معبد ضلمه وفي كاهن ضخم لابس تاج اسود واقف قدام مرايه ضخمه، والمرايه دي وراها ناس كتير بتصرخ. الكاهن ده وشه ما كانش باين، لكن عينه كانت منوره رمادي، وكان ماسك برديه بيقرا منها. واول ما خلص قرايه الناس اللي ورا المرايه كلهم اتحولوا لتراب. ويليام صحي مفزوع وكان فاكر انه بيحلم بكابوس، لكن اللي هو ما يعرفوش ان اللي هو بقى فيه ده الكابوس الحقيقي. بعدها بايام كل الناس اللي شافوا البرديه ابتدوا يختفوا واحد ورا التاني. واحد منهم كان ريتشارد هانكس، ده كان مترجم هيروغليفي وهو اللي ترجم اول سطرين من البرديه. وبعدها بيومين الراجل ده اختفى، محدش يعرف عنه حاجه. ولما راحوا يدوروا في اوضته ورا سريره لقوا اثار كده لتراب ناعم، بس هو ملوش اي اثر. تعال بقى اقول لك مين هو الكاهن ده. البرديه دي بعد ما اترجم منها جزء اتضح ان هي كانت بتتكلم عن كاهن اسمه سيبا نتجر، والاسم ده معناه ظل الاله الساكن. الكاهن ده كان كاهن سري في عهد الملك احمس، وكان مسؤول عن حمايه النصوص المحظوره، واللي كان اسمها في عصره تعويذ الطمس. ودي تعويذ بتحول اي شخص لظل لا بيتشاف ولا بيتلمس ولا حتى بيموت. بس للاسف الكاهن ده خان العهد، دخل مدينه كانت محرمه على الكهنه وحرق كل اللي فيها لانهم حاولوا يحرقوا المعابد. في اللحظه الاخيره بقى كتب البرديه وقال لما يتكلم صوت تاني الارض هتتفتح والظلال هتسكن قلوب الاحياء. المصيبه الاكبر بقى والحاجه الغريبه في الموضوع كله ان البرديه اختفت بعد ويليام ما مات، ولكن الحكومه البريطانيه صرحت بان هي كانت ضمن شحنه متجهه للمتحف البريطاني، والشحنه دي اتنقلت على سفينه. السفينه دي كان اسمها تايتانيك. وبعد شهور واحد من الناجين كان ضابط شحن وقال لهم انا فاكر البرديه دي كويس. قبل المركب ما تغرق بساعه سمعت صوت صريخ جاي من الصندوق اللي فيه البرديه دي. دلوقتي بقى فاضل سؤال واحد، فين البرديه دلوقتي؟ في اشاعه بتقول ان هي اتسحبت من قاع البحر واتحطت في قبو سري في لندن، بس في اصوات لعلماء كتير بياكدوا ان البرديه دي مش شيء مادي، مش حاجه ينفع تمسكها بايدك، دي كيان وبيتنقل من شخص للتاني، بس مش عن طريق المكان، عن طريق النيه. يعني انت انوي كده بس ان انت تدور على البرديه دي وما تقلقش، هي هتلاقيك. فلو في يوم شفت ورقه قديمه مكتوب عليها طلاسم او شميت ريحه جلد محروق سيبها، ما تفكرش تدور، بلاش تقرا وبلاش تترجم، عشان الناس اللي فكرت تعمل كده عمرهم ما رجعوا زي الاول تاني. وفي النهايه بقى يا سيدي اقدر اقول لك ان القهوه بتفوقك بس مش دايما بتنقذك. فما تنساش بقى يا سيدي تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وتنزل تحت تكتب لنا كومنت وتقول لنا رايك في الحلقه، وحابب نحكي انهي قصه الحلقه الجايه. بس كده، واشوفك في كابوس تاني على خير ان شاء الله. سلام.